دخل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في نوبة بكاء بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم، وذلك بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم اليوم على ملعب لوسيل في قطر. واستطاع ميسي أن يقود منتخب بلاده لحصد كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده والأولى منذ 86، ليعانق ميسي حلمه الذي غاب في العديد من المناسبات. وفور انتهاء ركلات الترجيح دخل ميسي في نوبة بكاء فرحا بالفوز الغالي الذي تحقق على فرنسا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف مقابل 3. وتعكس لغة الأرقام تألق ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم بعدما سجل 7 أهداف ليتواجد في وصافة قائمة هداف كأس العالم بعد كيليان مبابي صاحب 8 أهداف.